في أي مشاكل يا دكتور في التحاليل بتاعتي؟ لا خالص، كل حاجة واضحة. طب طمني. في الحقيقة الأشعة والتحاليل بتؤكد إن حضرتك عندك موانع للإنجاب. يعني إيه؟ يعني أنا ما بخلفش؟ للأسف. طب وجوزي؟ هو تمام، ما عندوش مشاكل. جوزي بيخلف؟ بيخلف طبعا. احلف يا طه. وحياة ربنا بدأت أفكر. يعني بدأت تحبني؟ يا بنت بقول لك بدأت أفكر مش بدأت أحبك. يعني بعجلك؟ الله ينور عليكي. مش مهم، النهارده بعجلك بكره بقلبك. أنت وشطارتك. طيب وهتخلص تفكير متى؟ لما أخلص هقول لك يا صفية. طيب هو انت بتفكر كيف يعني؟ زي البني آدمين يا بنت. إيه بفكر كيف دي؟ زي البني آدمين أنت بتفكري كيف؟ يعني ممكن قريب الاقيك جاي تتقدم لي؟ ممكن. مين عالم؟ هو نتيجة التحليل بالنسبة لك انت مفيش ما يمنع ان انت تخلفي. اما بالنسبة ليك انت يا زين فانت راجل مؤمن وموحد بالله، ونتيجة التحليل بتاعتك بتقول انك استحالة تقدر تخلف، واكيد ربنا ليه حكمة في كده. اوعى تفتكر يا زين اني ما بحبش الاطفال زيك واكتر. اوعى تفتكر اني ما نفسيش يبقى عندي بيبي واثنين وثلاثه. بس المفروض اللي يتضايق ويتأثر هو أنا، لأن المشكلة عندنا. الدكتور قال إن أنا اللي ما بخلفش. ايوه يا دكتور، ليه ضحكت عليا وقلت لي ان انا اللي بخلف وهو اللي ما بيخلفش؟ اهدي يا فيروز بس عشان اقدر افهمك. حرام عليك، هو ده اللي علمهولك في كليه الطب؟ انك تدي تشخيص غلط للمرضى. عارف لو حضرتك كنت شخصت غلط كنت هسامحك، انما انا عمري ما هسامحك لانك كنت عارف الحقيقه وضللتني. ابوكي وجوزك يا فيروز هم السبب مش انا. ليه؟ هما مالهم؟ ابوكي وجوزك هم اللي اقنعوني ان انا اقول لك كده عشان ما تتضايقيش وعشان حالتك النفسيه. والفكره دي كانت اقتراح مين؟ كانت فكره جوزك الاول، وبعد كده ابوك اقتنع واقنعني ان انا لما اقول لك كده ده هيبقى في صالحك. لو حضرتك غلط إيراد فأبويا غلطان 24 إيراد. جوزك هو السبب يا فيروز. لا، جوزي ما غلطش. جوزي عمل مصيبة عشان يداري بيها على مصيبة أكبر. مع السلامة يا دكتور. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا أبو صالح. أبو صالح ده دلع جديد ولا إيه؟ اهتمامك بيه اهتمام أب بابنه. إصرارك إنه يبقى موجود هنا وعايش وسطينا وأنت عارف إن ده بيوجعني. ده إصرار أب خايف على ابنه. ابن وأب؟ أنت هبلة؟ أنا كنت هبلة فعلا. كنت هبلة لما كنت بتقوم من جنبي في عز نومك وتنزل تطمن على ولد مش ابنك. كنت هبلة لما شفت صورتك مع أمه بعيني وطنشت وعديتها. كنت هبلة لما صدقتك السنين دي كلها وأنت كذاب وخاين. إيه الكلام الفارغ اللي بتقوليه ده؟ ده مش كلام فارغ، دي الحقيقة. اللي هي إيه الحقيقة دي؟ دي الأشعة اللي بتثبت إن أنت بتخلف، وكنت ضحك عليا كل السنين دي كلها وفهمني إن أنت ما بتخلفش. هتضحك عليا بإيه تاني دلوقتي يا أبو صالح؟ ولا أنا اللي ما خلفتش، مش هخلف غير منك.
يمكن غلطت اني كدبت عليكي، بس والله العظيم انا كان قصدي. بلاش كلام الافلام ده، خلاص ما بقاش هياكل معايا. وهتقولي ايه تاني؟ ان انت كنت بتعمل كده عشان مشاعري والكلام الفارغ ده؟ والله ما كلام افلام ولا كلام فارغ. انا فعلا كنت خايف على مشاعرك ومش عايز ازعلك، فقلت العيب عندي مش عندك. ان انا وانت واحد. انما الكلام العجيب اللي بتقوليه ده واد ابني وخلفته ميته وازاي كده، حقك تزعلي، بس والله العظيم دي الحقيقه. الحقيقة الوحيدة انك كذاب وخاين وزبالة. اقول لك ايه؟ انا مش مجبر احلف لك ومش مجبر استحمل اهانتك دي. لو اتربيت على ان امك تهين ابوك ينعل الابو البيت. انت بتمد ايدك على ايدي. طلعني طلعني. تروح وتسأل عليهم، دول مالهمش غيرنا يا ولدي. حاضر يا أم. واه يلا يا طه عشان توصلني محطة القطر. استهدي بالله يا فيروز، وبعدين القطر طلع خلاص. اقعد يا بنت الحلال وصلي على النبي. اجده يا بنتي، ينفع تسيبي جوزك في الظروف اللي هو فيها دي؟ بعد اللي عرفته واتأكدت منه وبعد ما مد ايده عليا ما اقدرش اقعد اكتر من كده، لاني لو قعدت هكرهه وانا مش عايزه اكرهه. استهدي بالله يا فيروز يا بنتي، هو كان حصل ايه يعني تسيبي جوزك في الظروف دي؟ طب والله العظيم 3 بالله ده شيطان ودخل بيت الجناوي. عشان خاطراني لمي المشاكل دي، ما تكبريهاش. انا مستعده اعمل اي حاجه واسامحه في اي حاجه الا انه يكذب عليا ويخوني، ولما واجهه بخيانته وبكذبه ويمد ايده عليا. ده انا ابويا عمره ما مد ايده عليا. زين خلاص نسي كل وعوده ليه. زين اتغير، زين خلف ولد ونكره. ده مش زين. أنا خلاص ما بقتش قادرة عنه على نفسي. استهدي بالله يا بنتي، صالح مش والد زين. زين ولدي أنا مربياه وعارفة أخلاقه كويس.